يا صباح الجمال، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهارده وصفة جميلة جدا وسهلة، وهنعملها بقى من ألف للياء. هنعملها من أول الخل، الوراك، لحد الحشو. وكمان هقول لكم على تسوية بدون سلق ولا تحمير. هقول لكم طريقة سهلة جدا 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 للحمام الكذاب. الحمام الكذاب من الأكلات اللذيذة جدا والبسيطة والسهلة والحلوة جدا في العزومات. وهقول لكم عليها من الاول خالص، من اول ازاي نخليها. لو انت حابه ان انت تخليها في البيت هقول لكم ازاي. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف الوصفه بتاعتنا. اول حاجه عندي هنا وراك مخليه. الوراك المخليه في حلين: يا اما بتروحي للفرارجي بتقولي له انا عايزه حمام كداب اخلي لي الوراك، بس خلي لي الدبوس سليم. يعني وانت بتخليه ما تقطعهوش زي كده. تمام. ويا اما تشوف الطريقه اللي انا هقول لكم عليها سهله خالص وبتخليها في البيت. انا عن نفسي انا بخليها في البيت. تمام. شايفين الدبوس بيبقى سليم بس شايله مني العظمه. هقول لكم ازاي دلوقتي. انا خليت الكميه دي وسبت لكم اتنين هخليهم معاكم عشان اوريكم الطريقه. بتبقى بالطريقه دي. لو انت ما عندكيش خلق بقى على الخلي والكلام ده، بس هي اول مره بس هتلاقي نفسك ان هي صعبه. بعد كده هتتعودي وهتبقى سهله معاكي وبسيطه. بس كده هنشوف مع بعض بقى ايه اللي احنا ما خليناهمش. انا خليت دول وسبت لكم بس اتنين كده هنخليهم دلوقتي مع بعض اهم. اهم حاجه الوراك بتاعتك يكون الجلد بتاعها سليم. تشتريها تنقيها كده وهي الجلد بتاعها سليم مش متقطع. وكمان الورك يبقى مش صغير قوي، يبقى يعني ماسك نفسه كده، يا وسط يا كبير. اول حاجه بتقطعي حته العضمايه دي الكبيره دي سهله خالص، بتتقطع بكل سهوله، بتتفصل بكل سهوله. اهم حاجه يكون السكينه بتاعتك رفيعه وصغيره عشان تتحكمي فيها، وحاميه جدا جدا جدا. لو السكينه بتاعتك مش حاميه هتغلبك خالص وهتهدري كتير في اللحم. هنا قطعت العظمه بالراحه. طبعا انا مسرعه الفيديو بس انتوا هتعملوها بالراحه خالص عشان ايه لو اول مره تعملوها في البيت يعني. شايفين حته العظمه اتقطعت بكل سهوله. هنيجي بقى للعظمه التانية دي هنفتح فتحه لحد هنا، لحد اول الدبوسه من فوق. بعد كده هسلك العظمه اللي هي دي، هسلكها كده. هتلاقوا زي عروق بيضه معموله فيها، فهتسلكيها بكل سهوله بالطريقه دي اهو، بالراحه خالص. بعد كده هتيجي عند القرقوشه دي وهتفضلي تسلكيها برضو وتشدي اللحمه. ما تقطعيش الدبوس عشان خاطر نعرف نحشيه كويس. هتلاقي بقى زي عروق بيضه كتير، هتفضلي ان انتي تدخلي السكينه من تحت العروق كده وتقطعيها. شايفين انا بقطعها ازاي؟ بالراحه. اول ما تسلكيها من العروق هيبقى سهله معاكي ان انتي تشدي اللحم منيها اهو. كده خلاص كنت سلكتها من العروق وابتديت اشد اللحم كده، افصل اللحم عن العظمايه بكل سهوله. لقيت حتة عرقة تاني كده بيضة، رحت ايه فصلتها برضو، وابتديت ان انا افصل اللحم برضو عن العظمة بسهولة خالص بالسكينة كده. واشتغل. اهم حاجة السكينة بتاعتك تكون حامية وكمان تكون صغيرة عشان تعرفي تمسكيها وتتحكمي فيها. تمام كده. هنجيب بقى هنجي هنا بقى عشان نفصل العظمية اللي تحت خالص دي. بتجيبي سكينه كبيره شويه وبظهر السكينه بتروحي خبطه عليها خبطتين كده، بتروح مفصوله بكل سهوله خالص. اهي ما فيهاش اي لحم خالص غير حته القرقوشه دي. تمام. لو في حته خشنه كده شيليها، او مكسره شيليها بايدك وخلاص على كده. طبعا احنا هنغسلها تاني وبس كده. كده اتخلت معانا. هنخلي واحده تانية مع بعض. هنشيل العظميه الكبيره دي الاول بكل سهوله، وبعد كده ايه هنكمل الخلي العظمتين التانيين. يعني العظمة دي سهلة والعظمة اللي فوق دي سهلة، هي بس العظمة اللي ممكن صعبة شوية اللي ناحية القرقوشة دي بتاعة الدبوس تبقى صعبة شوية. خلاص كده فصلنا العظمية الكبيرة. بعد كده هنفصل العظمية التانية دي بكل سهولة برضو. بيبقى فيها زي عرق او عرقين بالكتير بنفصلهم كده. بعد كده بنفصل اللحم بالطريقة اللي انا وريتها لكم اهو. شايفين؟ طبعا ما تقولوش انت بتعملي بسرعه، لا انا بعمل بالراحه خالص، بس انا مسرعه الفيديو عشان وقت الفيديو بس مش اكتر. وطبعا انا خليت معاكم برضو في فيديو على القناه، خليت معاكم بالتفصيل الممل الوراك الحمام الكداب ده خليته معاكم، هسيبه لكم برضو. كان فيديو كامل لوحده كده خلي الحمام الكداب، هسيبه لكم في صندوق الوصف. ادخلوا عليه وشوفوه انا خليته ازاي، كان متبطأ وكان
حلو قوي، وكان متفصل عن كده كمان. انا بس مسرعه هنا عشان لسه هحشي ولسه هسوي، فوقت الفيديو هيبقى كبير معايا. تمام. خلاص كده، خلينا برضو العضمية التانية بنفس الطريقة اللي خليت بيها الاولى، وبظهر السكينة الكبيرة كده او اي حاجة بتروح خبطة خبطتين على العضمية، بتطلع معاكي وفي حتت خشنة كده ابتديت اشيلها بالسكينة الصغيرة. وما تخافيش، انت كده كده اصلا هتغسليه تاني بعد ما انت خليتي منيه العظم، اشطفيها تاني شطفة حلوة كده تحت الحنفية، واغسليها كويس. كده كده هنتبلها تتبيلة حلوة دلوقتي هتشيل اي زفارة منيها ولا اي حاجة، وغير كده اصلا انت غسلاها قبل ما تخليها ونقعها. تمام. انا كده رحت اغسلها تحت الحنفيه، تحت الميه الجاريه، لان هو مفيش حاجه فيها اصلا غير بس مكان الخلي، مش اكتر من كده. كده أنا خلاص غسلتها. هنعمل لها بقى تتبيله حلوه قوي هنحطها فيها. التتبيله بتاعتنا دي هنحطها عليها لغايه لما نعمل الحشوه بتاعتنا تكون شربت التتبيله دي وطعمها بقى لذيذ، واللحم كمان شرب التتبيله دي، عشان لما تيجي تاكلي الحمام الكداب تحسي طعمه حلو قوي كده، عامل زي الحمام بجد. حطيت الاول خالص بصل. تمام. وهضربه في الكبه كويس قوي، هنعمه جدا. انا عايزه البصل بتاعي يكون ناعم خالص. هضربه في الكبه، خلطه بسيطه وسهله. البصل وبهارات. ايه هنحط تاني؟ مش هنحط اي حاجه تاني غير البصل وبهارات. البهارات بقى عباره عن ايه؟ فلفل اسمر، بهارات فراخ، ممكن كاري، كمون، ملح، مش اكتر من كده. الاول خلاص هفضي البصل بتاعي في اي طبق عندك او اي علبه كده غويطه، عشان خاطر نعرف نحط عليه البهارات بتاعتنا ونقلبه كويس قوي. تمام. هنا بقى كانت بهارات فراخ، كمون، كاري، فلفل اسمر، ملح. تمام. وهندعكه كويس قوي كده البصل بالبهارات، تكوني غاسله ايدك كده وتدعكيه كويس جدا. بعد كده تمسكي كل ورك من دول انت خلياه، وتروحي ايه عامله له زي مساج بالبصل كده، ومغلفاه كله بالخلطه دي. تمام. هنسيبه بقى في التتبيله دي لغايه لما نخلص خالص الحشوه اللي احنا هنعملها دلوقتي مع بعض. تمام كده. تخيلوا بقى البصل بالبهارات دي هيبقى طعم اللحمه نفسها واخده مني حلوه قوي وبسيطه، ومش واخده معايا اي وقت خالص اصلا. بس كده خلاص خلصت ايه الحمام بتاعنا الكداب، وتبلته كمان وحركنه على جنب كده لغايه لما نعمل الحشوه. الحشوه بتاعتنا بسيطه خالص. ممكن تعملي رز اصفر اللي هو رز بالخلطه ده العادي خالص، وتحشي بيها، يا اما رز بالخضار اللي هو بسله جزر الكلام ده براحتك، يا اما تعمليها زي رز بالخلطه بالكبد اللي انا هعملها. هنا اول حاجه حطيت كام بصلايه كده وفرمتهم كويس قوي ناعم. تمام. دي عشان اعمل خلطة الرز اللي انا هحشي بيها. وهاخد البصلة بتاعتي وهنروح بقى على ايه، على النار. وطبعا عندي كبد فراخ انا غسلاها كويس قوي ومنضفاها ومقطعاها مكعبات صغيرة. تمام. انا هعمل النهارده هحشيها النهارده رز بالكبد. تمام. مقطعاها مكعبات صغيرة خالص 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 زي كده، بس اهم حاجة غسلها الاول بعد كده مقطعها. بس كده هنروح بقى على الحلة على النار، هنحط شوية زيت كويسين قوي كده. بعد كده هننزل بقى ايه بالبصلة الاول، معلقة سمنة بلدي. ما عندكيش خلاص عادي استغنى عنيها، اكتفي بالزيت. هنزل بيه البصلة بتاعتي، هفضل اشوح فيها كويس قوي في الزيت والسمنة لغاية لما تدبل معايا خالص. اول ما الاقيها ان هي دبلت معايا ودخلت في اللون اللي هو مصفر شويه ده، هنشوف هنضيف باقي المكونات. يعني انا مش هضيف عليها مكونات تاني دلوقتي غير لما هي تدبل وتبتدي تاخد اللون الاصفر، اللي هو ذهبي فاتح. تمام. انا مش عايزاها تاخد لون غامق عشان خاطر ما تمررش معايا الرز. تمام. انا عايزاها تاخد اللون الذهبي الفاتح عشان اضيف باقي المكونات. هنا خلاص اخدت اللون الذهبي الفاتح اهو. هننزل بقى بالكبده وهنشوح الكبده معانا لغايه لما تغير اللون. انا ما بضيفش حاجه على الكبده غير لما تغير اللون معايا وتبتدي ايه ان هي تبقى لونها بني فاتح خالص كده، اللون الرمادي ده.
اهم حاجه تغير اللون بتاعها. وبعد كده هنضيف بقى المكونات. هنا ضفت إيه كاري وبهارات فراخ وشويه كركم بس كده. وطبعا بتظبطي الملح بتاعها، بتقلبيهم بقى كويس قوي مع بعض. وبعد كده هتضيفي الرز تكوني غسلاه. كميه الرز اللي انت محتاجاها، حابه تزودي رز عن كده براحتك زودي، لو انت حابه تاكليه جنب الحمام الكذاب. هنا ضفت نص كيلو من الرز وقلبته كويس جدا. بعد كده طبعا انا غاليه ميه، بغلي ميه في الكاتل جنبي عشان خاطر اضيفه على الرز بتاعي. هسيب الرز لغايه لما يتشوح الاول خالص مع الكبده والبهارات وكله ياخد من طعم بعض. بعد كده هنضيف زي ما قلت لكم الايه الميه المغليه اهو كده خلاص تمام. وهضيف بقى الميه المغليه بتاعتي، هضيفها يعني يا دوبك تبقى اقل من الرز حاجه بسيطه، مش عايزاها تبقى اكتر من الرز عشان ما تعجنش مني. تمام. هنسيبه لما يغلي خالص. وبعد كده بعد ما تغلي هروح مهديه النار زي الشمعة تحتيها عشان تاخد سوا، او بعد ما تستوي هوريها لكم. هنا اخدت نص سوا خلاص. طبعا اخدت الكميه اللي هتكفيني للحشو، والكميه اللي فاضله حطيتها عليها ميه عشان خاطر تكمل سوا. ما تسويش الرز سوا كامل عشان ما يعجنش منك في ساعه السوا بتاع الفراخ بتاعتك او الحمام بتاعك. تمام. خدت شويه رز كده في الصينيه، تستني لغايه لما الرز بتاعك يهدى خالص، يهدى تماما. بعد كده تحشي بيه، متحشيش بيه وهو سخن يفضل يعني. ابتديت هنا بقى احشي الدبوس الاول، بس ما بحشيهوش كتير، يعني بحشيه شويه رز كده. ما تحطيش رز كتير خالص عشان ما يفتحش منك في الفرن او في التسويه يعني عموما. انا للامانه هو واحد بس فتح مني واتفادينا يعني الموضوع. خلاص كده هنجيب بقى الجلد كده على بعض. احنا هنعمله النهارده، ممكن تعمليه بابره وخيط، ممكن تعمليه بورق الومنيوم لو عندك. انا ما كانش عندي ورق الومنيوم هعمله كده بالخله. بدخل حرف الخله كده في الجلد من هنا والجلد من الناحيه التانية، وببتدي اعملها زي الابره كده. تمام. واروح حاطه واحده تانية لغايه لما اقفل لحد فوق. هوريها لكم دلوقتي. هي بس عايزه صبر، عايزه حاجه بالراحه خالص وهدوء كده، وعايزه صبر معانا، مش عايزه استعجال خالص. تمام. هقفل بقى اخر حته من فوق بس كده. وهعمل لكم كمان واحده معاكم. انا هقول لكم انتوا لو عندكم ورق الومنيوم هتلفيها على طول كده، هتمسك على طول معاكي. تمام. بس انا للاسف ما كانش عندي ورق الومنيوم. لو انت عايزه تريح الدنيا وتجيبي خيط وابره، جيبي خيط وابره. ممكن تجيبي خيط وتلفيه عليها كده من غير خيط وابره. شايفين شكلها عامل ازاي؟ كل ده هيقفل في السوا. وهنشيل الخله دي. شايفين شكلها اصلا وهي نيه عامله زي الحمامه. وطبعا العظمه اللي تحت دي هي راس الحمامه يعني، رقبه الحمام. خلاص هعمل معاكم واحده تاني. باخد ليه رز بره في الصينيه عشان خاطر لو فضل رز في الطبق ما يبقاش ان هو يعني مكان الفراخ النيه. تمام. انا ممكن احطه في الحله تاني واكمل سواه. خلاص كده هحشي كميه الرز زي ما قلت لكم، بس ما كتروش رز. وهجيب عشان كده قلت لكم عايزه الجلد بتاع الحمام الكداب اللي هو الورك ما يبقاش مقطوع عشان خاطر اعرف اعمل فيه الخله. لو مقطوع مش هتعرفي تقفليه بالخله خالص. تمام. نقفل بالراحه خالص الخله من حته حته كده. تمام. لغايه لما نقفله كله. طبعا هي بتاخد وقت شويه، يعني انت ممكن تاخدي الكلام ده كله كده على السفره عندك واقعدي او على الترابيزه واقعدي وحشيه براحتك خالص. تمام. لو كميه كبيره يعني، لان هو فعلا يعني بياخد وقت بس في التقفيل. لو انت مش حابه ان انت تعملي الخلط او مش هتعرفي، هاتي حته خيطه كده اعمليها مجوز واقفلي الحمام الكداب كويس قوي بايدك كده ولفي عليها الخيطه جامد جامد جامد. هوريكم دلوقتي في اخر الفيديو. انا بعد ما اخلص الكميه عشان خاطر اضمن كمان ان هي ما تتفكش هروح لف عليها خيط. تمام. انت ممكن تلف عليها الخيط دي من الاول وما تحطيش الخله. تمام. مفيش اي مشكله.
خلاص كده هنقفل من فوق برضو. هي بس عايزة صبر وعايزة ايه تحكم كده في الورك عشان خاطر ما تقطعش مني. كانت الخلة هنا اتكسرت مني، فروحت جبت واحدة تانية وابتديت ان انا ايه اعملها بالراحة خالص. خلاص كده خلصت كمان التانية، وهنخلص بقى باقي الكمية كلها وهرجع لكم تاني. شايفين بقى، شايفين الجمال حلو قوي ازاي. هخلص بقى باقي الكمية كده، او ممكن كمان اعمل معاكم واحدة تانية، بس خلاص هخلص الكمية من ورا الكاميرا عشان هي انا اخدته بصراحة بره وقعدت بيه عشان خاطر كان عايز يعني يتقفل كويس قوي فقعدت بيه بره. هنا خلاص كنت خلصت الكمية كلها بنفس الطريقة دي. شايفين مقفلاه ازاي حلوة قوي. طبعا انا ما اكتفيتش بكده زي ما قلت لكم، رحت جبت خيط. تمام اهو، هوريكم برضو طريقة الخيط. وعملته زي مجوز كده. تمام، وابتديت ان انا الف الحمام الكداب عليه من بره كده بحيث ان انا اضمن ان هو ما يتفتحش معايا، بس هو اصلا ما اتفتحش ولا اي حاجه. انت ممكن تعملي الخطوه دي بس على خيط اكبر. تمام، تعمليها من الاول يعني. تمام، تعمليها من الاول كده وبس، تحكمي فيها كده وتلفيها كويس جدا عشان خاطر ما تتفكش منك. خلاص كده هعمل بقى الكميه كلها بنفس الطريقه دي بتاعه الخيط، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. هنسويها بطريقه سهله خالص، ولا هنسلقه ولا هنحمره ولا اي حاجه، هي خطوه واحده هتستوي فيها وهيتحمر كمان، ومش هتحطي له اي اضافات خالص عليه، يعني هتحطيه زي ما هو كده. عندي هنا كيس حراري مقاس كبير وصينيه ألمونيوم. تمام، فتحت الكيس الحراري كده بالطريقه دي وابتديت ان انا ارص في الحمام الكداب بدون اي اضافات، بدون اي حاجه. ما تحطيش اي حاجه مع الحمام الكداب في الكيس الحراري، ولا ميه ولا اي حاجه. هقول لكم الميه دلوقتي هنحطها فين. تمام، مش في الكيس الحراري. الكيس الحراري ده عامل زي حله الضغط كده، حلو قوي. بس هو بقى يختلف عن حاله الضغط ان هو كمان بيحمر لك الحاجه، حاطه في حمام، حاطه في حمام كداب، حاطه في ممبار، حاطه في محشي، حاطه في اي حاجه، بيسويها لك وبيحمرها لك كمان. تمام، مش بتحتاجي ان انت تعملي خطوات تاني بعدين، لا هو هو خلاص على كده بيحمر وبيسوي وبيعمل كل حاجه، وهوريكم دلوقتي ازاي. انا خلاص رصيت الحمام كده جنب بعضه وظبطته وابتديت ان انا اطلع الهواء كده من الكيس. بطلع الهواء كويس قوي كده من الكيس اهو عشان ما يفرقعش مني او يفتح مني في الفرن. طبعا انا مولعه الفرن في الوقت ده يسخن من فوق ومن تحت على عالي خالص، يسخن على اعلى درجه حراره. وبعد كده هطفي الشوايه وهسيب تحت بس هو اللي والع. تمام، انا ابتديت اعمله زي فتحات كده عشان خاطر ما يتنفخش مني الكيس في الفرن ويفرقع مني. فتحات رفيعه خالص بالخله كده وعملتها. وطبعا غاليه ميه في الكتل، هجيب الميه المغليه هحطها فين بقى. هحط بتاع مجين كبار ميه مغليه في صينيه من تحت. متخافيش مش هيدخلوا ميه ولا اي حاجه، هي اصلا الفراخ نفسها هتنزل الصوص بتاعها في الكيس. يبقى كوبايتين ميه مغليه حطيتهم في الصينيه اللي انا هدخلها الفرن، وطفيت الشوايه ودخلتها الفرن. اخدت معايا بالظبط ساعه الا ربع وطلعت بالجمال ده. ساعه الا ربع وطلعتها. ما تولعيش الشوايه خالص، ولعي من تحت بس. تمام، وطبعا الشبكه بتاعتك في الرف الوسطاني ومن تحت بس اللي والع وزي الفل. شايفين التحميره؟ انا فتحته معاكم والله، يعني ما تقولوش انا فتحته وحطيته تحت الشوايه، لا والله العظيم انا فاتحه الكيس معاكم وكان محمر بالطريقه دي. شايفين شايفين الشكل حلو قوي ازاي. حد يقول ان دي فراخ؟ يا جماعه دي حمام، ده حمام وطعمه خطير جدا وشرفك كده في العزومات، وحاجه مختلفه وبسيطه. ساعه التقديم بقى بتشيلي الخيط من عليه وبتشيلي كمان الخله من فيه من يعني زي الفل. لو انت مش عاجبك التحمير، لو حابه تحمريه اكتر بتفتحي الكيس خالص كده وتسيبيه تحت الشوايه يحمر التحمير اللي انت حباه. بس انا بالنسبه لي التحمير ده كويس. انا للامانه زي ما قلت لكم هي واحده بس اللي فتحت اهي زي ما انتم شايفين على حرف الصينيه، هي دي اللي فتحت بس معايا، لكن الباقي بسم الله ما شاء الله كان جميل جدا وحلو قوي. هنقدمه بقى مع بعض وهوريكم دلوقتي شكله، وهفتح لكم واحده كمان وهوريكم شكلها من جوه ازاي عامله حلوه جدا جدا جدا.
وكمان طعمها كان لذيذ حاجة كده اللهم بارك. جربوها ومش هتندموا والله العظيم. شايفين شكله عامل ازاي؟ شكله جميل جدا وشكله حلو خالص وطعمها كان احلى والريحة كانت قلب البيت كله. بجد اللهم بارك، طعمها حلو قوي. بالهنا والشفا اللي هيجربها. قولوا لي برضو رايكم في التعليقات لو هتجربوها، ما تنسونيش. وهفتح لكم دلوقتي واحده معاكم وهوريها لكم. هوريكم السوا وهوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. شايفين شكلها حلوة قوي ازاي؟ اللي يشوفها ما يقولش عليها ورق خالص. خلاص كده اخدت واحده في طبق وهنفتحها اهو. مع ان سبتها تهدى شويه بس عشان اعرف افتحها معاكم. شايفين الجمال؟ شايفين الحشوة؟ شايفين اصلا الفراخ بتاعتي مستوية ازاي؟ بجد. والخلطة اللي جوه دي كان مخليها طعم الفراخ حلو قوي. كان طعمها لذيذ، محدش هيتوقع خالص ان هي انت عاملاها من وراك اصلا. هيقول عليها حمام كداب على طول. بجد الطعم والريحة والشكل حلو قوي 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 قوي. حاجة كده تجوع، حاجة حلوة قوي. قولوا لي برضو رأيكم في التعليقات. لو الوصفة عجبتكم ما تنسونيش بقى باللايك الجميل بتاعكم وتشجيعكم ليا، بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل وصفات. واشوفكم في رعاية الله في فيديو جديد.